طبعا كلنا عارفين الهوجه اللي حصلت في الساحل الفتره اللي فاتت، وانا عامل الفيديو ده مخصوص علشان اقول لك ما تشتريش في شركه، ولا تشتري في شركه، ولا تشتري كمان في شركه. ليه بقى؟ علشان خاطر الشركات دي لما بتنزل بمشروع يكون شايف بحر، عندك حاجتين تقريبا: عرض الشط بيكون 400 متر والعمق بيكون 2 كيلو، وعشان وحدتك تكون شايفه البحر بنوصل لحد 12 و15 مليون جنيه. فاسعار دلوقتي بقت هلاميه. انا النهارده جايب لك مشروع بالكيلو 88، يعني تقريبا بينه وبين مارينا 5 دقائق بالعربيه. عرض البيتش بتاعه 2 كيلو والعمق بتاعه 400 متر، يعني انت النهارده لو عايز تطلع من اخر وحده في القريه لحد لما توصل البحر بالظبط 5 دقائق. كل الوحدات شايفه فيو. المشروع معمول بكونسبت محترم جدا جدا. 70% منه هيكونوا فيلات و30% هيكونوا شاليهات. المشروع فعلا مميز لانه معمول على مصاطب بتوصل لحد 35 متر. تقدر تتملك شاليه فيها غرفه واحده ب 5.5 مليون والغرفتين ب 6.5 مليون. مقدمك بس هيكون 10% واقساط بتوصل لحد 10 سنين. والمفاجاه بقى في الموضوع ان كل الوحدات متشطبه بالكامل، يعني تقريبا مش محتاج غير تفرش وبس. انا اسلام الامين، CEO شركه سيركل اسيتس، ومحتوايا محتوى عقاري، ولو محتاج اي تفاصيل كلمني وهرد عليك بنفسي.